لاول مره في حياتي هعمل كاندي في البيت. ما جربتش الصراحه لا الجيلي ولا الكاندي قبل كده، ويلا بينا نجرب. مكوناتنا رقيقه جدا. عندي هنا علبه جيلي بالفراوله، طعم الفراوله، ومعايا هنا معلقه صغيره من السكر، ممكن تستبدلوه بعسل نحل او ممكن تستغنوا اصلا عنه. وهنا كمان معايا معلقتين صغيرين من الجيلاتين. واخر حاجه معايا كوبايه ميه سخنه، او المفروض انها كانت سخنه بس هي بردت. ومعايا هنا اصغر قالب للكاندي، اتخدعت فيه والله. بس جبنا بديل تاني زي ده كده، مش عارفه ينفع ولا لا بس مش مشكله يعني. يلا بينا. هتسالوني ليه بعمل الكاندي في الاوضه، بس الدنيا حر قوي في المطبخ وانا مش قادره، مش مستحمله. معايا هنا حله صغنطوطه وافضي فيها كيس الجيلي بالفراوله، احط عليه معلقه السكر الصغيره، معلقتين كبار من الجيلاتين. الدنيا اتغرقت جيلاتين. هدمجهم مع بعض بالمضرب واضيف عليهم كوبايه الميه السخنه، وقبل ما احطهم على النار هقلبهم مع بعض. هولع بقى عليهم النار لغايه لما يغلوا مع بعض والمكونات كلها تمتزج مع بعض. انا هروح اعمل الموضوع ده في المطبخ عشان مفيش حد يجي يقول لي في التعليقات دي بتسخن الحله على المكتب، مش ناقصين فزلكه. وخلاص كده زي ما قلت، اول ما المكونات بتغلي وتمتزج مع بعض بنقوم طافيين القالب بتاعي، وجبت الكرنب الصغنطوط بتاعي، وابدا بقى ان انا احط. الموضوع صعب قوي، ايه ده صغير قوي. صبينا في القالب كله والحمد لله انه مفيش حاجه راحت كده ولا كده. بقى هندخله التلاجة لمدة 10 دقايق عشان يمسك معانا. الحبة اللي فضلوا بقى هحطهم هنا في القالب الكبير ده. ما انا مش معقول يبقى جايبه قالب يعني حتى لو صغنطوط ما استخدموش. مش همليها طبعا على الاخر عشان يبقى صعب قوي، هحط بس ايه ربعايه كده. وادي تاني قالب اهو في التلاجة لمدة 10 دقايق لغايه لما يمسك نفسه. حبايب قلبي من جوه ترى طلعت خلاص، طلعت. يا رب بس تظبط. طلعت بس يعني راسه اتقطعت. ما انا حرفيا مش عارفه استطعمه. صغير قوي. جبتلكوا فخر العرب الكبير. ده اللي هينصفني، بس هو طلع مكسر. انا معرفش فيه ايه بجد. ان احنا هنجربه دلوقتي. طب استنى طيب. بسم الله. تحفه يا جماعه، طعمها بيرفكتو. القوالب هي اللي ما ساعدتنيش والله. طعمها حلو جدا، مظبوطه جدا. ما عندكوش قوالب سيليكون ممكن تعملوها في قوالب التلج عادي جدا، بترشوها او اي حاجه. ده كان محتاج ان انا ارشه. بجد بس انا مكنتش اعرف. جربوها ومش هتندموا وثقوا فيا. انا كده خلصت. لو عايزين مني اي حاجه تانية متنسوش تقولولي. باي.